كده كده انا هتخذ الاجراءات القانونيه في الاول وفي الاخر، حسبي الله ونعم الوكيل. يعني كنت حتى هو عليا ما تبعتليش سكرين وانا صورتي فيه مثلا كتفي عريان من فوق، يعني ده اسهل حاجه ممكن تتعمل مثلا في الاي اي او الكلام ده كله، فهمتني؟ يعني كنت تحطني مع بنت بتاع، حتى طلعوني حتى اي حاجه غير موضوع دلع الكلاب. معلش يا جماعه انا انتوا مش غرب يعني، انا لسه كنت صاحي من النوم، قلت غسلت وشي كده وبتاع وقلت اطلع اتكلم معاكم، بما ان يعني خلاص يعني سابوا كل حاجه في الدنيا وسابوا كل المشاكل اللي في العالم وخلاص، وفي الاخر عايزين يشوهوا صورتي انا. حسبي الله ونعم الوكيل في اي حد اولا حاول يشوه صورتي، يحاول ان هو يبتزني. جالي ان انا المفروض يعني ليا حاجه زي سيكو سيكو، المفروض ان انا ادفع مبلغ مالي يا اما انا هنتشر يعني للموضوع ده. طبعا يعني بغباء كبير قوي يعني، فهمتني؟ مفيش اي حاجه باينه. طبعا كان في لينك مبعوث فانا ما فتحتش اللينك عشان طبعا ممكن يكون هاكر او يكون اي الكلام ده كله، ولكن هو جايب وسائل التواصل كلها، جايب الوسائل بتاعه الاماكن بتاعه الناس، جايب المشاهير، جايب الكلام ده كله. ولو انت ما حولتش مبلغ على رقم او على انستا ما اعرفش ايه، فده اول غباء ان انت في مصر. يعني ده اول غباء ان انت في مصر، انت مكلمني من رقم من بره مصر، بس انت اكبر غباء ان انت الرقم اللي انت بتقول فودافون او الكلام ده كله بيبقى من جوه مصر، ما بيبقاش من بره مصر. اختصارا شديد وضحكا للموضوع، يعني كنت حتى هو عليا ما تبعتليش سكرين وانا صورتي فيه مثلا كتفي عريان من فوق، يعني ده اسهل حاجه ممكن تتعمل مثلا في الاي اي او الكلام ده كله، فهمتني؟ يعني كنت تحطني مع بنت بتاع، حتى طلعوني حتى اي حاجه غير موضوع دلع الكلاب يعني يعني مش فاهم، يعني كنت تعملوا شويه مجهود بالاي اي او يعملوا اي حاجه. كده كده انا هتخذ الاجراءات القانونيه، وكده كده اللي عمل كده هيتجاب، وانا واثق ان بلدنا فيها قانون والشبكه كلها ان شاء الله تتجاب، وانا مش هسكت يعني كده كده، وهتحرك وهعمل محضر عن طريق مباحث انترنت. يعني في الاول وفي الاخر حسبي الله ونعم الوكيل.